أعزائي المشاهدين السلام عليكم. الصين قبل ما تكون سميتها الصين كانوا فيها بزاف ديال الممالك، كل مملكه شاده لازون ديالو عايشين بخير، حتى لواحد الوقيته كتتشبك بيناتهم وغادا تنوض بيناتهم المطايفه، وتما غادي يبان لنا واحد الامبراطور مهيب. داك الامبراطور كان سميتو شين شي وانغ تشي، هو اللي غيوحد لنا هاد الممالك كاملين ويجمعهم في مملكه واحده، وغادي يسمى فيما بعد مملكه تشين. وغادي يقول لنا المؤرخ الايطالي مارتينو مارتيني بان الاسم او اللفظ ديال الصين جاي من ديك المملكه سميتها تشين، وبالتالي غادي تكون عندنا امبراطوريه الصين اللي دابا سميتها جمهوريه الصين الشعبيه. صديق الجميل، حنا ما كيهمناش التاريخ ديال الصين، ولكن كيهمنا هذا الامبراطور هذا سميتو شين شي وانغ تشي. كان هذا هو اول امبراطور للصين، وكان حاكم لك سيدي الاصل، كان مهيب. السميه ديالهم كانت كدير لهم القشعريره صديق الجميل. وقالوا يا سيدي بانه كان هو اقوى امبراطور في العصر ديالو. القصه كتبدا نهار غادي يبني القصر ديالو في العاصمه اللي كان سميتها سينيانغ. هذا القصر هذا كانوا فيه 200 شومبر خاصين بالامبراطور، كيتنقل بيناتهم عبر ممرات سريه، حتى شي واحد عارف هذا البلان ولا عارف كل ليله فين كيبات ولا ما عارفين عليه والو، قليل اللي عارف عليه. ولا مشاو حتى قالوا لشي واحد الاعدام، ولا شي واحد شافو غير بالصدفه اعدام جا. دابا البلان ديال هذا الامبراطور مبقاش باغي يهضر مع الناس، والنعازل ديال بصح مبقى كيشوف حتى شي واحد، وبقى في واحد العزله شديده، ما كان حتى شي واحد كيعرف عليه شي حاجه، وحتى كيخرج بطريقه متخفيه. حتى واحد النهار غادي يموت وغادي يكون معاه حتى شي واحد من غير الوزير ديالو وبعض الخدم، وفاش مات نقلوه بطريقه متخفيه للقصر ديالو، نقلوه في واحد العربه ملكيه جاروا وراها الحوت ودايرين فيه الملح باش الريحه ديال الحوت تغطي الريحه ديال الجثه. وكاع الناس ولاو سيدي كيهضروا فيه وكيتفاو فيه، ويلي الامبراطور شين شي وانغ تشي اللي كان مهيب وحاكم لك لازون غادي يموت بهذه الطريقه هذه. هنايا روبرت غرين بغى يشرح لنا قاعده مهمه من قواعد السطر، وغادي يقول لنا لا تتخذ حصونا تمنعك عن الاخرين، فالعزله صديق الجميل خطر يهددك ولا يحميك. بالبلان ديال الامبراطور هذا هو انه فعلا كان مهيب، وفعلا سيدي كان حاكم لك لازون، ودار بزاف ديال الاصلاحات وشرع بزاف ديال القوانين. من بين هاد الاصلاحات مثلا وحد اللغه ديال المملكه، حيت ماشي كاع الناس كانوا في ديك المملكه كانوا كيهضروا بنفس اللغه، دونك وحد اللغه ديال التواصل، ودار يدو في السورس العظيم وساهم في البناء ديالو، وحرق كاع الكتب ديال كونفوشيوس وخرج لهم واحد القوانين ان اي واحد غادي نلقاو عنده شي كتاب ديال هاد الفيلسوف هذا غادي تحكم عليه بالاعدام، ولا غير يلقاو عنده اقتباس من الكتب ديال الفيلسوف غادي تحكم عليه بالاعدام. كونفوشيوس صديق الجميل هو واحد الفيلسوف نقدروا نقولوا فيلسوف اخلاقي، كان معروف بزاف في الصين، تايوان، اليابان والفيتنام. شي كان معروف الثقافه ديالو مزيان من الفلسفه ديالو، والفلسفه ديالو ما كيعتبروش مجرد فلسفه، كيعتبروه الدين. فلسفه كتدعي الامور بحال الاخلاق، المساواه، السلم، طن وهذا الشيء ما كانش عاجب الامبراطور. علاش؟ كانت كتهدد المكانه ديالو، كان كيشوفها بان فلسفه متخلفه وغير واقعيه. علاش؟ حيت عندها حنين للماضي، وهو كيشوف في المستقبل وعنده تطلع للمستقبل، وفاهم مزيان بان الثابت الوحيد هو التغيير، وعارف بان البقاء ماشي الاقوى وماشي الاذكى، وانما اللي القادر على مواكبه التغيير. وبالتالي حرق كاع الكتب ديال كونفوشيوس وقال لهم شوف العشرين، اي واحد لقى عنده شي كتاب ولا اقتباس الاعدام. ومن تما يا سيدي غادي نكثروا الاعدامات وغادي نحقدوا ليه. علاش غادي نكثروا الاعدامات؟ حيت الناس باقيين متشبتين بهذه الفلسفه هذه اللي كانوا كيعتبروها دين، بحال اللي يجيو يقول لهم شوفوا الدين ديالكم ما عجبنيش حيدوا، صعيب اليوم باش يحيدوا. وفاش شبكات ما بين الشعب والامبراطور، انايا الحاشيه غادي نقترحوا ليه واحد الاقتراح ماكر جدا، اقتراح في الريحه ديال المكر والخداع. قالوا ليه يا سيدي بقى في القصر ونعازل، ما يبقى يشوفك حتى شي واحد من الشعب. وداك الشيء اللي دار، بقى يا سيدي في القصر ما كيشوفوا حد، ما كيشوف حد، وقليل اللي كيشوفوا من الخدم ديالو. راك ليا الحاشيه ديالو ولاو كيديروا ورا ظهرو التحالفات والمنظمات، العصابات والمافيات، وكيشرعوا وينفذوا بلا الاذن ديالو، ولاو كيحذفوا قوانين ويزيدوا قوانين وهو ما عارف والو على هادشي. ولا امبراطور غير بالسميه. علاش؟ حيت كان منعزل وما كان عارف والو على هادشي اللي كان كيوقع. حتى لواحد النهار غادي يقولوا الناس الامبراطور مات، وعلى الارجح كيف ما قال روبرت غرين غادي يكونوا هما اللي قتلوه. هادشي كامل اللي وقع لهذا الامبراطور هذا اللي غادي ينتقل من المرحله ديال القوه والهيمنه والهيبه مرحله ديال الضعف سباب العزله. وداكشي علاش غادي يقول لنا روبرت غرين العزله خطر يهددك ولا يحميك.
لكن من جهة أخرى صديق الجميل، العزلة هي مملكة وأنت الملك فيها بدون حاشية. أنت اللي كتشرع وأنت اللي كتنفذ. العزلة كدير ما بغيتي، كتفكر كيف ما بغيتي، ما كاينش اللي غادي يناقشك، ما كاينش اللي غادي يجادلك، وما كاينش اللي غادي ينتقدك، وبالتالي العزلة هي حرية مطلقة. غادي نقول لك كيف ما قال اينشتاين، في العزلة تولد أجمل الأفكار. غادي نقول لك كيف ما قال نيوتن، ما العزلة إلا الغرفة للمراجعة. العزلة كتبريباري راسك مزيان وكتعرف راسك مزيان وكتحمي راسك من المجتمع. كتحمي راسك من المجتمع اللي بغيتي تعيش فيه خاصك تتبع القواعد ديالو، والقواعد ديالو فين كاين المشكل. وبالتالي صديق الجميل، المجتمع سجن والعزلة هي الحرية. ولكن من جهة أخرى راه ما كاينش فرق ما بين الحياة الاجتماعية والعزلة. الفرق اللي بيناتهم هو أن الحياة وسط المجتمع هي سجن جماعي، والعزلة هي سجن انفرادي. عمرك تظن بأن العزلة كتحميك من المجتمع؟ لا، العزلة كتنفيك من المجتمع. العزلة كتسرق لك الوجود ديالك وكتضيع عليك بزاف ديال الفرص. أهم حاجة هي أنها ممكن تدخلك في اكتئاب حاد، وهذه أخطر حاجة. وفي شارطو صديق الجميل، واحد السجين حكموا عليه بالمؤبد وسدوا عليه واحد الشومبر بوحدو ما معاه حتى واحد وما كيشوفش الناس. هذاك اللي يوصل ليه الماكله وداك الامور داروا غير الروبو هو اللي يتكلف بداك الشيء. وهنا بان التاثير ديال العزله على السجن. المره الاولى تقريبا كان كيبان طبيعي، من بعد يبداو كيتخلطوا ليه المشاعر، مره كيضحك مره كيبكي، من بعد غادي يولي عدواني بزاف، ولا كيسب كيضرب راسو كيضرب داكشي اللي حداه، ومن بعد غادي يتكالما ويبقى ساكت ومصدوم ما كيدير والو. وهنايا غادي تجي المرحله الاخيره، غادي يقشر راسو، غادي ينتحر. وهنا صديق الجميل، العزله ممكن نقسموها لربعه ديال المراحل. المرحله الاولى نقدروا نسميوها مرحله الراحه النفسيه، كتكون قصيره بزاف، كتكون مرتاح نفسيا، كترتاح من الضغوطات ديال المجتمع، الجدل والنقاش وداك الخربيق كامل كترتاح منه. وهاد المرحله زوينه صراحه. المرحله الثانيه فين كتبان عندك الفجوه العاطفيه، كتولي عندك واحد الفجوه في الداخل ديالك، كتبقى خاويه. هنايا كتكون محتاج تهضر مع شي واحد، وفجاه كيولي كلشي عزيز عليك، كتولي باغي تهضر مع كلشي، كتوحش كلشي، وكيولي عندك حنين للماضي. ما ننساش نقول لك بان في هذه المرحله هذه راه كتكون بامس الحاجه لشي واحد تهضر معاه. المرحله الثالثه من العزله هي مرحله اخطر، مرحله كتولي عدواني بزاف، ما كتبقى تحمل حتى واحد، تكره راسك، كتكره الناس، كتكره الوجود. بالنسبه للناس تولي تشوف فيهم خائنين. علاش؟ في المرحله الاولى كنتي محتاج تهضر معاهم، ما لقيتيهمش، فلا شعوريا كيوليو بانوا لك راه خوان، وبالتالي كتكره كلشي، حتى الناس كانوا عزاز عليك، كتكره شي ناس ما اداوك في والو. هنايا كتجي المرحله الرابعه، المرحله الاخيره، مرحله الموت. جوج الاحتمالات، يا غادي تنتحر، هي غادي الوحده ديالك غادي تقتلك. صديق الجميل، الا كنتي في اي مرحله من مراحل العزله، حاول ما تاخذش قرارات مصيريه وما تاخذش قرارات نهائيا. اغبى واكفس القرارات اللي ممكن تاخذهم هما اللي كتاخذهم وانت في مرحله العزله. واخيرا صديق الجميل، بغي نقول لك بان المجتمع والحياه الاجتماعيه محتاجه للمواجهه. العزله كتعني الاختباء، والاختباء يعني ضعف. دونك العزله كتخليك ضعيف اجتماعيا، العزله ما كتحميكش من المجتمع، العزله كتنفيك من المجتمع، ما كتبقاش عارف شنو داير في المجتمع. اخطر حاجه هو انك تدخل في اكتئاب، توصل للمرحله الرابعه من مراحل العزله، مرحله الانتحار. فصديق الجميل، واجه المجتمع بكل قوه. دوز بخير.